حصل معايا موقف وانا بشتغل في الدور داش. مره اخدت طلب ومشيت نص ساعه عشان اوصل الطلب ده، وبعد ما رحت عشان اوصل الطلب ده بصوا حصل ايه يا جماعه. بصوا حصل ايه. الدنيا وقع الكوفي على وقع على يس هلو هاو ار يو. بصوا الحته اللي انا فيها دي عشان الاقي باركينج صعب، ساعات بتبقى مثلا باركينج بتبقى رخمه، وفي نفس الوقت كمان انا لما جيت ادور على البيت النافيجيتور كان بيوديني من ورا البيت، ما كانش بيوديني للبيت على طول مباشره، كان بيوديني من وراه، فعمال ادور على البيت مش لاقيه خالص. لو انا اشتغلت من الساعه 7 الصبح اوبر ودور داش هعمل كام لحد الساعه باذن الله يا رب 4؟ نشوف هنعمل كام فلوس. جالي اوردر استلمه من اي هوب، يلا بينا نستلمه مع بعض. طيب استلمنا الاوردر اهو بتاع شيبوتلي، ودلوقتي هنروح نوصله 7 دقايق من هنا. صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده. النهارده يوم الاربعاء شهر مايو، اعتقد 10 مايو. صاحي بدري، الساعه دلوقتي 7 الصبح، وقررت ان انا انزل اشوف لو انا اشتغلت من الساعه 7 الصبح اوبر ودور داش هعمل كام لحد الساعه باذن الله يا رب 4، نشوف هنعمل كام فلوس. فهو ده النهارده الخطه بتاعتنا. طب يلا خليكم معايا. اول اوردر جالي من برجر كينج. الدنيا فاضيه خالص زي ما انتم شايفين كده، مفيش حد. طيب استلمنا الاوردر اهو، يلا بينا نروح نوصله. اول اوردر جالي من دور داش. احنا جينا المكان، هو البيت اللي فوق ده المكان اللي فيه الاوردر. اللي بيحارب الدعوه بيعمل ايه؟ وده بقى جمال القران المكي. جمال القران المكي ليه محاور اساسيه. القران المكي القران اللي نزل في الايام دي كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الاخره، كان بيتكلم عن مين هو ربنا، كان بيتكلم عن الاقوام السابقه حصل فيهم ايه. في بقى محور اساسي اللي هو محور ايه؟ الجدال والشبهات. هم كانوا قاعدين في مكه يقوموا قايلين ده ازاي ينزل عليه وحي ده، ازاي يعني ربنا يختار ده. وانا بوصل الاوردر ده جالي اوردر تاني من اوبر، فرايح دلوقتي استلمه من اي هوب. يعني الاولاني ده كان من دور داش وطلع لي منه في $5 فاصل 50 سنت، $5 و50 سنت، $5 ونص. دلوقتي انا في اي هوب، جالي اوردر استلمه من اي هوب، يلا بينا نستلمه مع بعض. Good morning. Hello, how are you? I have an order for Lilia. استلمنا الاوردر اهو، ودلوقتي متجهين للمكان. قدامنا بالظبط 9 دقايق ونوصل للمكان، يلا بينا. شبهات، شبهات. لما تقرا في القران تلاقي في كميه شبهات اتقالت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول مثلا في سوره ايه؟ صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق. شقاق يعني ماشيين في طريق تاني. كم اهلكنا قبلهم من قرن بيفكرهم بالاكوان من قبلهم فنادوا ولا تحين مناص. يعني قعدوا يصرخوا بعد ربنا بيهلكهم وما كانش لهم حته يهربوا فيها. ولا تحين مناص. وقريش وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقالوا هذا ساحر كذاب. كانوا يمشوا يطلعوا عليه شبهات. هو نفسه من وسائل مهاجمه الدعوه ان هم يتريقوا على رموز الدعوه نفسهم، ان هو يمسك النبي صلى الله عليه وسلم ده ساحر، بعد شويه ده كذاب، بعد شويه ده مجنون، بعد شويه ده شاعر. مش مهم هو ايه، المهم ايه؟ المهم ان انا اطعن فيه. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. دي شبهه، هم يرموا شبهه كده ازاي كل الالهه تبقى اله واحد ويمشوا كده. انت بتفتح فيسبوك تلاقي شبهات كده ايه؟ هي مش شبهه اصلا، انت ليه بتقول كده؟ ما عادي يعني، انت اجعل اله واحده، ايه المشكله يا جماعه؟ صح عادي صح. هي شبهات الدين كده. هي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز واحده وهي عندها كذا؟ طب ما عادي، طب ما هو المشركين اصلا ما عابوش عليه فده كان عادي يعني. فاهم رد الشبهه بيبقى عبيط قد ايه؟ لكن الشبهه بتبقى اعبط من الرد. بس هم كانوا كده يمشوا يقولوا اي حاجه خلاص. وانطلق الملأ منه، ده كل الناس سوره الصاد طلب وراه. افتح اول صف. In 1 mile turn left on East G Street. امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في إيه؟ في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. الكلام ده على فكرة أول مرة أسمعه. لا أبويا ولا جدك ولا عمرنا شفنا حجاب في وادي صور. عارفين الصور اللي يقول لك مصر زمان أهي ما كانش فيها حجاب، ما كان. أيوة ماشي، طب ما دول كانوا غلط يعني، حتى لو الصور دي حقيقية طب ما هم غلط يعني عادي. يعني أنا أبويا كان بيعمل حاجة غلط يبقى عادي، يبقى أبويا غلط، إيه المشكلة؟ هو سبحان الله شبهات كده. شفت اسم تفتح سورة صاد ده نص صفحة بس، شفت كمية الفرق بتاع المشركين كانوا كده. بقى افتح بقى القرآن المكي وشوف المشركين ما بطلوش ازاي. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أول ما تقولوا بيسمعوا القرآن يا تقوموا تمشوا يا تحطوا
الوليد المغيرة كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وشكله هيسلم ولا ايه؟ فأتاه ايه؟ أبو جهل. قال له ايه بقى أبو جهل؟ قال له يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك. بقول لك ايه، الشباب في قريش جمعوا لك فلوس. انت فاهم هو عايز يعمل ايه ولا محدش فاهم لسه؟ قال له الشباب في قريش جمعوا لك فلوس، ماشي؟ فإن أتيت محمدا لتعرض لما قبله، يعني لو أنت رايح لمحمد عشان عايز منه يعني يديك فلوس ويظبطك ويديك من ملكه وكده يعني، فاحنا قلنا نجمع لك فلوس. حد فاهم ابو جهل بيعمل ايه؟ أو قلت لكم يعني قريش ليهم ستايلات، يعني مش هينفع تروح تقول له انت ازاي تتكلم معاهم، لا هم ليهم ستايلات. هو دخل له من ايه؟ من شرفه. انت شكلك وحش قدام قريش واحنا عارفين انت رحت ليه. هو مرش عشان كده، هو عارف مرش عشان كده، بس خلاص بقى ايه، بقى برستيجي كده قدام لا مش هينفع. قال له احنا قلنا نجمع لك فلوس عشان حسينا ان انت محتاج فلوس، رحت لمحمد عشان محتاج منه حاجات وكده. فقال له ايه بقى؟ قال لقد علمت قريش اني من اكثرها مالا. انتوا عارفين انا عارفين. خلاص؟ قال ايه؟ فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له. يعني قول حاجه على محمد عشان هم يصدقوا ان انت ايه؟ ان انت مش معاه، ان انت ضده. شايف ابو جهل بيعمل ايه؟ هم العرب كانوا كده. قال له طب تعالى نفكر في حاجه لما قومك يعرفوا انك قلتها، يعرفوا ان انت فعلا ايه؟ ان انت ما كنتش رايح له عشان حاجه يعني. خلي بالك الوليد المغيرة مش عيل صغير، بس هم العرب كانوا كده. برضه احد المشركين راح مره. بصوا دلوقتي طلاب أمية بن خلف، الطلاب بتوع المدارس بيعدوا الشارع، فبيجي حد من المدرسة نفسه بيخلي يعدي الأطفال. أمية بن خلف قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هيسلم. جاله واحد صاحبه ايه من المشركين، قال له انت وشك متغير. قال له انت شكلك هتسلم. خلاص انا اقوم اروح اقول لقريش بقى واقول لهم ان انت خلاص بقيت مع العيال التعبانه دي، نفس الكلام كده. قال له لا والله مش لا والله. قال له خلاص تروح تبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ما انت لازم تثبت. In a half-mile turn right on Florence Avenue. انزل بوست وهقول لهم وتاج بقى وسهله والسوشيال ميديا دلوقتي ما عادش بيعرف يقف ده. بصوا العربية دي عربية الزبالة. بصوا عربية الزبالة هنا، الراجل مش بيحتاج ينزل من العربية. بصوا بيحصل ايه؟ وهو قال لهم انا اكثر قريش مالا وبنينا شهودا. سيدنا خالد عربية لوحدها كده خلاص تاخد كل زبالة وتفضيها، وبعدين ايه تكمل تاخد كل زبالة اللي قدام البيت وتفضيها وبعدين تخلص. بس تخيل لما واحد يبقى ابنه فعلا هو كان خاله تكنولوجيا يا جدعان وفلوس ومكانه ومرضاش يصبر. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا انه كان لاياتنا عنيدا. سمع القران وعند معاه. انه ربنا بقى بيوصف الوليد المغيرة وفي اللحظه دي انه فكر وقدر. ربنا بيقول فقتل ربنا يعني قتل. قلنا ايه؟ قتل الانسان او بيبعد عليه قتل. Drop off on the left. ثم قتل. ربنا بيبعد عليه تاني. زي واحد سمع القران وراح. وصلنا الطلب خلاص اهو. بصوا الحته اللي انا فيها دي عشان الاقي باركينج صعب. ساعات بتبقى مثلا الباركينج بتبقى رخمه، وفي نفس الوقت كمان انا لما جيت ادور على البيت النافيجيتور كان بيوديني من ورا البيت، ما كانش بيوديني للبيت على طول مباشره، كان بيوديني من وراه. فعمال ادور على البيت مش لاقيه خالص، فساعات النافيجيتور بيبقى غلط. فالمهم واحد يبص على ايه، يبص على البيوت نفسها، بيبقى عليها مكتوب عليها من فوق كده الرقم بتاع البيت ده كام. فانت بتبص طبعا على الابلكيشن اللي معاك في موبايلك وتشوف اذا كان الابلكيشن اللي معاك في موبايلك بتقول لك البيت هو ده رقمه فعلا بس، وتسيبها قدام البيت اللي هو بيقول لك عليه. فانا كنت عمال ادور على المكان وفي الاخر الحمد لله لقيته يعني. بس الاوردر ده المفروض هيطلع لي عليه 8 دولار كده. انا وصلت اوردرين دلوقتي، من اوبر وصلت اي هوب، ومن دور داش وصلت برجر كينج. العربيه دلوقتي فيها مشكله، بيطلع لي بصوا كل شويه يطلع لي المشكله ديت، اللي هو التايرز عايزه تتظبط. دايما في ليكج في الاير بريشر، في ضغط الهواء نفسه مفيش هواء كفايه في العربيه. فلازم اروح اشوف دلوقتي، اروح يعني اجيب كاوتش، عشان رحت وول مارت زي ما انتم فاكرين امبارح. كنت معايا امبارح ولا اول امبارح؟ لقيت وول مارت قال لي ان هو ما ينفعش يغير التايرز الا لازم يبقى التاير. جالي اوردر تاني يا جماعه من ماكدونالدز، انتوا معايا اهو. بيجي لك الاوردر كده ديليفري على طول، تاكسبت. Head to your pickup at McDonald's registered sign. بص 1107 East 4th Street. بصوا يا جماعه، عشان البوس طلع الاشاره اللي هي بتاعت ستوب، ما ينفعش نتحرك، لازم نفضل واقفين لحد ما يشيل علامه الستوب دي، فنفضل واقف مستني. وليه يحصل كده على الفيسبوك
احنا كنا ماشيين كويس. اوعى تصدق الكلام ده لما يعني ده غلط. ده غلط. ايا كان توابعه هتبقى عامله ازاي. عامل ده غلط. احنا هنغطي الحق والصح عشان بس دلوقتي نقدر نمشي كده مع بعض. حقيقه الموضوع ان احنا مش مع بعض. احنا في اونتاريو دلوقتي يا جماعه. فهو بدا يكلمه. بص الدنيا، بص المجتمع عامل ازاي، بص الجو اللي عامل ازاي، بص الدنيا بقت عامله. بصوا هنا في امريكا شايفين اللي في النص ده الاصفر، دي الجزيره. يعني ممكن اخش عليها لو انا عايز اروح على الشمال، اخش عليها وبعدين اروح على الشمال عادي. جمعنا لك من اموالنا، نجيب لك فلوس لو محتاج فلوس. Turn left, then pick up on the left. وان كان ماكدونالدز. الباقه دي جت سمعتها قبل كده، حد سمعها؟ لو نستطيع منكم الباقه فنتزوج. ان كان بك باء فاختر اي نساء قريش فنزوج. Turn right. لو انت محتاج يعني عايز يعني، ما اعرفش برضه هو التاني فكر في كده ليه، بس هو بيقول له يعني نص كميه الناس اللي جايه على ماكدونالدز. مملكش. وبعدين قال له ايه؟ Pick up on the right. يعني لو انت عيان، لو انت بتشتكي من حاجه نجيب لك حد يعالجك. يعني هو التاني ما بيتريقش، بيقول له بجد انت محتاج ايه؟ وصلنا على ماكدونالدز يا جماعه. ماكدونالدز اهو. هنا الفرع ده شكله كبير قوي. ده ماكدونالدز. طيب استلمنا الاوردر اهو، ودلوقتي متجهين للمكان. في 9 دقايق بالظبط ونوصل للمكان باذن الله. يلا بينا. احنا في اونتاريو دلوقتي وانا بستلم الاوردرز. وصلت لاونتاريو، فدي اونتاريو. اونتاريو بصوا البيت ده عاجبني قوي. يعني لو المكان ده يتعمل كافيه، يعني المكان ده بجد لو واحد ياخده ويعمله كافيه، يعمله مطعم، مكانه حلو يعني على الشارع كده، وهيكون ليه. بس المشكله الباركينج. المشكله اللي هتقابل الواحد هي الباركينج في المكان ده، ان هو هيركن فين، الناس هتركن فين. فانت عايز لو هتيجي تفتح مطعم لازم تلاقي باركينج للناس. لو مفيش باركينج الناس بالنسبه لها هيبقى فاكس قوي ان هي تقعد لسه تقف تدور على باركينج وتركن بعيد وكده. الا بقى لو انت عليك يعني سمعتك سابقاك يعني، فبالتالي الناس هتجيلك يعني. لكن لو ما عندكش اي سمعه ولا اي حاجه ولا الناس عارفه عنك، هيبقى صعب جدا الموضوع. وممكن يبقى درايف ثرو برضه. ايه رايكم انتوا في الكلام ده؟ هنا الاماكن في كاليفورنيا طبعا في اماكن خطره جدا الواحد يعيش فيها من كتر كميه الجرائم اللي بتحصل فيها. يعني معدل الجرائم اللي فيها عالي جدا. لو لاحظنا هنا هتلاقوا شويه هنا الاماكن شعبيه شويه، كشوارع كبيوت شكل هتلاقوا فيه اختلاف دلوقتي. بس يعني ربنا يستر. الخايف منه بس حاجه، ان انا خايف ان الكاوتش يفسي. انتوا بتسموه الدواليب انا عارف، في ناس بتسميه الدولاب، في ناس بتسميه كاوتش. انا خايف من النقطه دي بس. فربنا يستر ان شاء الله، ربنا كده يسترها معانا ان شاء الله، ونبس نوصل الاوردر ده. نتجه بعد كده على وول مارت ينفخ لنا العجل. هنا نفخ العجل بيكون ببلاش، واعتقد برضه في الامارات ببلاش، ما اعرفش في مصر ببلاش ولا لا. لا هنا بصوا، بتروح انت اماكن هو مش ببلاش، انت في اماكن بتروحها فعلا تدفع دولار عشان الاير يشتغل. في اماكن اللي هو يعني مثلا وول مارت بيعملها لك عادي من غير ما تدفع فلوس، لان انت خلاص بقيت زبون عنده وبيكسبك يعني. مش هيخسر حاجه ان هو يعمل لك الاير بريشر يعني. بصوا دي البيوت هنا عشان برضه نشوف شكل البيوت هنا مختلف عن البيوت التانية. زي ما قلت لكم هتلاقوا الاختلاف بيبقى في ايه؟ في السور مثلا اللي قدام البيوت، في عرض الشارع، وسع الشارع. الحاجات دي بتفرق قوي يعني. فطالما احنا ان شاء الله هنشتغل في مجال العقارات، وكنا بنشتغل في مجال العقارات في الامارات، فدي معلومات مهمه الواحد يبقى عارفها. ان هو نفكر كده في المنطقه دي مثلا، كل بيت كده نشوفه ونشوف ايه البيت ده مثلا، ايه الميزه في البيوت اللي هنا مثلا. الواحد لو هيسكن هنا ليه؟ يعني دايما الواحد لما يجي يفكر طب انا لما اسكن هنا هسكن هنا ليه؟ يعني ايه الجميل في المكان ده عشان اسكن هنا؟ طيب بصوا، انا المفروض دلوقتي في مدرسه وجاي اسلم الاوردر ده تقريبا لمشرفه او مدرسه هنا. قالت لي سيبه في الاوفيس بتاعت المدرسه. دي المدرسه، بصوا المدرسه كوكومونجا إليمنتري سكول 867. هشوف بقى سيبها فين. المدرسه بدات اصلا. اوفيس ريسبشن هو هنا.
طيب احنا دلوقتي وصلنا الاوردر في المدرسه دي في رانشو كوكومونجا. كنا دلوقتي لما استلمنا الاكل كان من اونتاريو، فهم جنب بعض مش بعاد عن بعض قوي. حتى لما باجي بعمل مثلا داشنج او بعمل اوبرنج يعني بيبقى حاطين لك مثلا المنطقه اللي هتشتغل فيها رانشو كوكومونجا اونتاريو، او هتشتغل مثلا في مونت كليرمونت وهكذا. اللي حصل لما دخلت جوه ما لقيتش جاسمين، ما لقيتش الست اللي هي فول سلمنا الاوردر، فسلمته للريسبشن عادي هم هيسلموها الاوردر، وهي لو ما استلمتش الاوردر بتكلمني على الموبايل. يعني في كل حاجه على الموبايل انت بتوصل طلب وبتمشي على طول. فالاغلبيه ان انت مش هتشوف كتير الناس اللي انت بتسلم لها الطلب، يعني لان انت بتسيبه ساعات قدام البيت، ساعات بتسيبه في المدرسه زي ما احنا سيبناه كده دلوقتي. ودلوقتي انا بشيك العجل اهو عشان اشوف اذا كان العجل كله تمام. العجل تمام الحمد لله، ونتوكل على الله دلوقتي نروح نشوف هيجي لنا اوردر فين. بس انا بفكر نمشي من المنطقه ديت. هو طبعا على حسب انت بيجيلك اوردر فين. دايما بتلاقي حته البيزي هي بيعلمك على الابلكيشن، بيقول لك مثلا المنطقه دي هتبقى بيزي روح على هناك عشان يجيلك اوردرز هناك. ولكن انت مثلا ساعات بتبقى عايز تشتغل جنب البيت ما بتروحش حتت بعيده عن بيتك، بحيث برضو ان انت عايز توفر بترول، يعني مش عايز تبقى طول الوقت عمال تروح اماكن بعيده، فده يخليك تدفع فلوس بترول زياده او تستهلك بترول زياده يعني. بس الساعه دلوقتي 8:28 دقيقه، فاحنا بقى لنا حوالي اهو، احنا بدانا من كام؟ بدانا من 7 صح؟ يعني اهو بقى لنا اهو ساعه ونص، دخلنا ساعه ونص اهو، وعملنا كام اوردر لحد دلوقتي؟ ثلاث طلبات وصلناهم لحد دلوقتي. فدلوقتي هنشوف هيجي لنا ايه. ممكن احنا في الوقت ده نفتح كمان دورداش. مش عايز اطلع اوردرز يعني قصدي، ف هنشوف، هعرفكم بقى هنعمل ايه، هنشوف هيجي لنا اوردر تاني ولا لا كده يعني. يلا خليكم معايا. كنت رايح لامريكان تاير عشان اعمل تايرز وكده بتاعت العربيه، اعمل دواليب او اعمل كاوتشات العربيه، وفجاه جالي اوردر من ستاربكس. فدلوقتي انا رايح على ستاربكس. بصوا الزحمه عامله ازاي، بس كل دي عربيات واقفه عشان درايف ثرو بتاع ستاربكس. كل العربيات دي عشان درايف ثرو ستاربكس. بصوا ما شاء الله كل العربيات دي كلها عشان درايف ثرو بتاع ستاربكس. انا حتى ركنت بعيد عشان اعرف اجي استلم الاوردر من هنا. طيب يا جماعه استلمنا الاوردرز اهو، ودلوقتي متجهين للمكان. عندي 3 طلبات، هو مش 3 طلبات، هو طلبين، يعني 2 من دول لواحد وواحده من دول لواحد برضه، تمام. فاول مكان 3 دقايق من هنا، تاني مكان ممكن يبقى ابعد شويه ب5 دقايق ولا حاجه، بس كويس الاماكن قريبه من هنا يعني، فدي حاجه كويسه جدا. فيلا بينا. بصوا المبنى ده يا جماعه، ده بتاع خمره ليكر. عايزك بس تستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ وهو بيقول لك هديت في الله وما يؤذى احد. انت متخيل الخيال ده بتقول مثلا، ودي على فكره حاجه هم دول ربنا بيسميهم السابقون او ساعات يسموهم المفردون، لو واحد لوحده مفرد يعني حاجه في الزمن او في عصر او في مكان وسط مجموعه مش حد بيعملها غيره. لان عند ربنا المعامله يا جماعه مش ده صلى وده صلى، لا، اللي صلى وهو تعبان ومش قادر يصلي غير اللي صلى وهو عادي يعني مش فارقه، ما عندوش مشاكل. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي عند محل بتاع تصليح عربيات ميكانيكي يعني، ف اوتو كار ريبير. دلوقتي هسلم الاوردر ده، يلا بينا. طيب وصلنا اول طلب خلاص. دلوقتي الطلب التاني اللي معانا ده 3 دقايق برضو من هنا، فكويس يعني، واحد 3 دقايق والتاني 3 دقايق، فحلو قوي لما يكون الطلب كده ايه يعني جنب بعض ومش بعيد عن بعض، فدي حاجه جميله جدا. حلو ان يكون الوقت قليل يعني، بحيث ان الواحد يستفاد بالوقت صح يعني. بس فانا برضو لسه لغايه دلوقتي يعني بشيك التايرز، لسه لغايه دلوقتي عايز اتاكد. جيت على ميكانيكي هنا بس سالتهم، حلو اسمه كار ستار شكله يعني عنده ناس كتيره وعندهم شكله محل كبير قوي يعني. حلو برضه الواحد بيكتشف اماكن كتيره هنا. يا جماعه طالما احنا بنتكلم في موضوع العربيات وكده، اللي عايش في امريكا هنا في كاليفورنيا، سواء رانش كوكومونجا، اونتاريو، كليرمونت، مونت كلير، ابلاند، قولوا لي بس على مكان ميكانيكي كويس تعرفوه تتعاملوا معاه. اهم حاجه هنا الميكانيكي يعني الميكانيكي والدكتور دول اهم فعلا 2 في اي بلد يعني. دول الواحد عايز يعرف ميكانيكي كويس ويعرف دكتور كويس، لانه فعلا الميكانيكي بيفتح معاك فتحه. لو انت فعلا ما يعني الميكانيكي لو هو شخص مش امين وشخص فعلا ان هو عايز يطلع منك مصلحه بس، فانت مش هتقدر ان انت يعني تحكم على الشخص تقول بقى الشخص ده امين الشخص ده مش امين.
يعني دي الفكره بقى. فانت لازم تبقى عارف، لان هو ممكن مثلا يقول لك ده لازم تغير ده، لازم تعمل ده، وبعدين اكتشفت ان انا مثلا لما بروح ما بيكونش عايز يديلي فاتوره اصلا، خلاص يقول لي سيب العربيه. وحتى لما بسيب له العربيه مفيش مثلا ايصال، مثلا حاجه تثبت انه العربيه مثلا سبتها له، لا ما عندهمش الكلام ده. يقول لي عادي خلاص مفيش مشكله، ما عندناش الحوار ده. فانتوا بيحصل معاك كده يا جماعه؟ In a quarter mile turn يعني right on حصلت لي في كذا مكان، يعني مش مكان واحد بس. فمستغرب قوي ان انا ممكن اسيب العربيه عادي ليهم كده وامشي من غير ما يكون في ضمان خالص ان انا العربيه سبتها لهم، يعني اي ورقه تثبت يعني انا سبتها العربيه يعني. فغريبه قوي هنا الموضوع ده. فانتوا لو تعرفوا ميكانيكي كويس قولوا لي عليه، وبرضه لو تعرفوا دكتور كويس يعني دكاتره كويسه قولوا لي عليها برضه، عشان دي حاجه مهمه جدا يعني. بصوا حصل ايه يا جماعه، بصوا حصل ايه. الدنيا وقع الكوفي على وقع Thank you for calling our support. This is Jerry. How can I help you today? Yes, hello, how are you? Oh, I'm good. Thank you for asking, Ali. What about you? I'm good, but unfortunately the order got damaged while I was delivering it. It fell in my car. It was a coffee. It fell in my car, so I cannot deliver it to the customer because it's all wasted. Oh, okay, Ali. First of all, I'm so sorry about that inconvenience with the full spill situation. I'm going to do my best to help you out. Just confirm, is this a Starbucks order for Tammy N? Yes, for Tommy, yeah. Okay, Ali. If that's it, well, see, I'm going to verify this on my side. And what I'm about to do is cancel the order for you, so this will not affect your cancellation rate at all. And I will send a message to the customer to warn them that, well, due to our wrong package from the restaurant, the food got spilled, okay? So they don't place the blame on you. So, Ali, may I place you in a quick minute while I cancel the order for you, and I'll return to send the message? Appreciate it, thank you. Yeah, sure. Thank you, Ali. طيب يا جماعه بصوا دلوقتي اللي حصل معايا، ان انا وانا سايق طبعا العربيه عشان ساعات بحط الاوردر بطريقه في الحوادات وكده بتقلب الاوردر، والاوردر اصلا كان مقفول وكل حاجه. ولكن لو بصيتوا بصوا يعني الدلق كله يعني هديه للزبون ازاي يعني. فكل اللي انا عملته ان انا بس كلمت على طول اوبر دلوقتي وحكيت لهم المشكله، وهم قلت لهم انت بتختار في كذا اوبشن عندك، فاخترت اوردر دامج، وبعدين وصلوني لك ممكن تبعت شاتنج يعني او كاستمر سيرفيس، فاخترت كاستمر سيرفيس وحكيت لهم المشكله. وخلاص هم مش بيحملوك انت المشكله، يعني مش بيحملوك انت التكلفه، يعني خلاص هم عارفين ان انت اصلا يعني انت ما بتاخدش راتب منهم، انت واحد بتشتغل عمل حر، فهم ما عندهمش الحق ان هم يخلوك تدفع ثمن الطلب. حتى لو وقع منك عادي مفيش مشكله، هم بيعوضوه هو يعني بيرجعوا له الفلوس ويخليه اوردر يطلب اوردر تاني بس. وانت بالنسبه لك خلاص عادي يكنسل لك الاوردر وخلاص، فانت ما بتاخدش ثمن الفلوس بتاعت الاوردر ده وخلاص، فاهمني؟ بس او ممكن تاخد ثمن الاوردر، تاخد ثمنه بس لا اعتقد بيكنسلوه عادي. هنشوف دلوقتي اللي حصل معايا ده، يعني ما كنتش متوقع ابدا. فجاه زي ما قلت لكم كده يعني بصوا حتى ريحه، انا عمال شامم ريحه قهوه وانا ماشي شامم ريحه قهوه، والقهوه دي مش عارف جايه منين، عمال اقول ريحه قهوه بتزيد في حاجه غلط. وبعدين فجاه ببص لقيت الاوردر واقع على الارض ومغرق الدنيا خالص. هم كانوا كذا اوردر جنب بعض وانا ما اعرفش ان هم مش حاطينها بطريقه محكمه، يعني المفروض يبقوا قافلينها باحكام يعني. فدي مشكله، الواحد لازم يبقى معاه الشنطه بتاعه الدورداش ولا شنطه الاوبر دي عشان يحط فيها الاكل او يحط فيها الشرب عشان ما يحصلش ده. ولكن انا اللي عملته ان انا كلمت على طول اوبر بيبقى فيه اوبشنز ان انت في اوبر توصل الطلب قبل ما تعمل مثلا تيك فوتو عشان انت وصلت الطلب خلاص، فتصوره مثلا عشان صاحب الطلب نفسه يشوفه ويعرف فين مكانه بالظبط انت حاطه. في بجنبها على طول علامه كده عامله زي علامه المثلث كده، بتدوس عليها دي بتلاقي اوبشنز. من ضمن الاوبشنز ان هو if the order is damaged، فانت بتدوس order damage ان الطلب اتدمر خلاص، الطلب باظ. فبالتالي هم بيقولوا لك تحب تتكلم كول سنتر ولا تتشات، تكلم حد، تعمل شاتنج مع حد. فطبعا الاحسن كاستمر سيرفيس. فانا عملت الكاستمر سيرفيس وكلمت الراجل وقلت له اللي حصل كذا 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 كذا، وقال لي خلاص قشطه ما تشيلش هم ولا حاجه. وقال لي الراجل ان هو يطلب اوردر جديد وبيعوضوه على الفلوس دي، او الفلوس دي ما تروحش عليه، تبقى موجوده في حسابه ان هو ممكن يشتري حاجه، يجيب حاجه ثانيه مكانها، او يجيب نفس الطلب من ستاربكس، وحد تاني مثلا بيشتغل اوبر زيي هو يروح يستلم الطلب ويوصله ليه هو. فكده تمام. انا بالنسبه لي انا كشخص جيت ومشيت المشوار ده كله جيت بالعربيه، فمش بيدفعوا لي طبعا، مفيش تيبس باخدها، ولكن باخد الفير نفسه، باخد ثمن الفير او باخد اقل شويه من الفير
ريفير عشان هي الحاجه اللي وقعت دي انا برضو مسؤول عنها ان هي وقعت، وكان المفروض يعني خلي بالي ان هي ما توقعش مني بس. فدي حاجه كويسه، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. يعني حاجه حصلت هي غصب عني، انا اللي عملتها فعلا وعملت كل حاجه، هو مش ربنا هو اللي عمل كده، انا اللي عملت كده. ولكن لو ما كانش حصل كده ما كناش هنتكلم عن الموضوع ده. لو حصل مع حد مثلا لسه جديد في اوبر زي ما انا جديد في اوبر برضو او دور داش، ما كناش هنعرف يعني ممكن نتصرف ازاي في حاله زي كده. احلى حاجه ان انت مفيش تواصل بينك وبين العميل نفسه او بين الشخص اللي طالب الاكل. يعني هيبقى فيه مثلا مشكله، او ممكن هو يتخانق معاك يقول لك ليه ومش عارف ايه، انا مستني المشروب كل ده ما جاش ومش عارف ايه كده يعني، وانت في الاخر اخرته يعني في الاخر اتدلق. وهو مثلا واحد بيبقى جعان او عطشان بيبقى نفسه حاجه تيجي بسرعه يعني. فانا اكيد مقدر شعور اي حد يعني هيبقى رد فعله عامل ازاي. اكيد مقدر الشعور ده لان انا بحط نفسي مكانه لما اكون جعان واكون عايز اشرب، اكون جعان جدا وعايز اشرب ويكون نفسي في الحاجه دي جدا، وفجاه بقى يحصل لها حاجه فده يعصب الواحد جدا يعني. انا فاهم ده. في برضه حاجه عايز اقول لكم عليها مهمه جدا. انا حصل معايا موقف وانا بشتغل في الدور داش. مره اخدت طلب ومشيت نص ساعه عشان اوصل الطلب ده، وبعد ما رحت عشان اوصل الطلب ده كان فين المكان ده؟ كان في سان ديماس، منطقه اسمها سان ديماس، تمام. دي كانت بتبعد نص ساعه بالظبط على المكان اللي انا كنت جاي استلم منه الاوردر. بعد ما رحت وصلت الطلب عمال اكلم الراجل بقول له انت فين مكانك، عشان دايما النافيجيتور يقول لي حاجه وانا اروح المكان. يعني انا اقعد ادور على المكان ما بعرفش اوصل للمكان، فطبيعي انا بكلم الراجل عشان اقول له لو سمحت عرفني فين مكانك عشان اعرف اجي لك. قال لي انت مش شايف النافيجيتور؟ قلت له شايف النافيجيتور بس النافيجيتور بيوديني حاجات غلط، فانت عرفني اجي لك ازاي. فتلاقيه مثلا بيكلمك باسلوب طبعا مش محترم، ويقول لك انت بتتصل بيا ليه؟ ما تتصلش بيا لو سمحت تاني، وقلت لك المكان فين وانت عندك النافيجيتور، شوف النافيجيتور وتعالى وصل الاوردر وتروح المكان ده. فبيعاملك باسلوب مش محترم كأنك شغال عنده يعني. فانا مش عارف اوصل للمكان، عمال ادور عليه مش لاقي خالص المكان. يعني اول مره جاي يحصل معايا حاجه زي كده يعني. ولكن في الاخر لقيته بيقول لي انه لو اتصلت بيا تاني انا هكنسل الاوردر. فانا هنا افتكرت لو هو كنسل الاوردر انا هيروح عليا الفلوس، او انا هلبس انا الاوردر، يعني انا هدفع انا ثمن الاوردر ده من حسابي، او من الفلوس اللي انا المفروض هاخدها هيتخصم الفلوس دي، او هدفع الفلوس دي من حسابي الاوردر نفسه. لو الاوردر مثلا ثمنه اغلى من الفلوس اللي انا باخدها اكيد ممكن يبقى اغلى من الفلوس اللي انا باخدها من ثمن التوصيل نفسه. فبالتالي فانا رد فعلي كان ايه؟ اكلمته قلت له يعني ليه كنسلت الاوردر؟ انا بحاول اجي لك وانت مكنسل الاوردر، يعني مش مقدر ده ليه؟ يعني انا بعمل ده عشانك انت، انا في الاخر جاي اوصل الطلب ليك انت وعايز اوصلك الطلب بتاعك، فانت ليه مش مقدر حاجه زي كده؟ بيقول لي انت تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه، انا حر اعمل اللي انا عايزه وما تتصلش تاني لو سمحت بس. فقفلت من هنا. كلمت مين؟ كلمت دور داش، قلت لهم كذا 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 كذا، وقالوا لي ما فيش اي مشكله خالص، الاوردر اللي انت وصلته ده انت هتاخد فلوسه حساب كامل كله، والاوردر اللي هو ما خدوش الراجل ده انت خده ليك يعني تصرف فيه، عايز ترميه عايز تاكله براحتك. فانا كان بالنسبه لي بصراحه يعني في اليوم ده كنت صايم، ما كانش في رمضان بس كنت صايم، فطرت بيه بقى يعني، جربته بقى كان حلو قوي. فمن ساعتها بقى حبيت وابا جريل يعني، تمام. بس يعني فسبحان الله يعني في الاخر اخدت وجبه ببلاش واخدت فلوس كمان عليها. فده بيبقى حلو ان انت هنا بيقول لك مش حرام ارمي الاكل طبعا، هرميه ليه؟ يعني ممكن اديه حد غلبان محتاجه، او انا اكله انا يعني، فمفيش مشكله. فدي حاجه جميله الواحد ممكن يعملها يعني. بس دلوقتي هو انا مستني يجي لي اوردر، ما جاليش اي اوردر، فخلينا دلوقتي نتوكل على الله نمشي من هنا ونشوف هيجي لنا اوردرز تاني منين. ولحد دلوقتي انا عامل $22 من اوبر، ودور داش عملنا منها $5 كده، عاملين لحد دلوقتي $27. والساعه كام؟ الساعه 9:18 دقيقه، واحنا بدأنا من الساعة كام؟ 7، بقالنا ساعتين و18 دقيقة وعملنا كام؟ $27. بس خليكم معايا ونشوف هيجي لنا اوردر ايه دلوقتي، نشوف كمان هنعمل كام على اخر اليوم. فدلوقتي انا بتجول هنا يعني بلف حوالين الدنيا هنا بشوف هيجي لي اوردر ايه. فتحت دور داش كمان عشان اشوف دور داش هيجي لي منها اوردر ايه. لغايه دلوقتي ما جاليش حاجه من دور داش، واوبر برضه فاتحهم هما الاثنين مع بعض في نفس الوقت. فكره انك تبقى فاتح الابلكيشنز الاثنين مع بعض هي حاجه كويسه وحاجه وحشه في نفس الوقت. ان انت لو جالك يعني اوردر من هنا واوردر من هنا فتبقى حلوه قوي لو هما الاثنين في نفس الطريق، لكن تبقى وحشه قوي لو هما الاثنين عكس بعض، يعني طريقين مختلفين عن بعض يعني. فخلينا نشوف كده ممكن يجي لنا اوردر ولا حاجه الاثنين مع بعض، فنجربها مع بعض نشوف النهارده هيحصل معانا ايه. طيب جالي دلوقتي جالي تيبس كمان، فبقى في $2 دلوقتي، بقى $24. لسه ما جاليش الفلوس اللي هو قال لي عليها هتضاف بتاعه الاوردر اللي انا ايه ما خدتوش. بس في حاجه عايز اقول لكم عليها افتكرتها. الراجل وانا بتكلم معاه اول حاجه كان محترم جدا في كاستمر سيرفيس. بصوا يا جماعه ده هوملس. الراجل وانا بتكلم معاه قال لي I just want to ask you for a favor، فانا قلت له yes go ahead. فقعدها تاني، فانا قلت بقى فيفر هيكون حاجه يعني ايه الفيفر اللي هو عايزه. ممكن مثلا اعمل له ريفيو كويس، اعمل له سيرفي مثلا عن المكالمه اللي عملها معايا،
لقيته بيقول لي have a wonderful day. فدي طريقه ذكيه ان هو اول حاجه قال لك can ask for a favor، فانت السؤال جه في مخك انت favor، طب ايه الفيفور؟ فده تفكر الفيفور. بعدين بعد الفيفور قال لك have a wonderful day، لقيت نفسي قلت له اوه ثانك يو. حسيت ان هي يعني طريقه حلوه، خلى الراجل ده انا افتكره دلوقتي، يعني خلاني ان انا حاجه كلمه زي كده او اسلوب زي كده خلاني دلوقتي ان انا يعني اعرف ان الشخص ده مميز، مثلا الشخص ده فرق معايا في اليوم بكلمه زي دي قالها لي. فدايما في السيلز طريقه كلامك مع العميل بتفرق، ده حتى في الحياه مش بس في السيلز بقى. خلينا نطبق ده في حياتنا اللي احنا عايشينها. انت اللي بتعمل فرق. يعني ممكن مثلا تلاقي ناس حواليك ما بيضحكوش ومكشرين، تلاقيهم قرفانين حياتهم ومش طايقين نفسهم، وانت تضحك كده وتهزر وتخش تقول جود مورنينج وتقول هاو ار يو توداي، هاو واز يور داي. يعني تنشر بهجه وايجابيه كده من الصبح كده وانت بتشتغل مع الناس. انت نفسك هتلاقي نفسك بقيت ايجابي، بقيت انت كمان يومك حاسه جميل، لان انت بتسعد الناس باسلوبك الحلو معاهم وبتشكرهم على حاجه حلوه هم عملوها، مثلا ثانك يو هاف ا جريت داي بيس بي ابون يو. فدايما الطريقه دي انت بتخلق انطباع للشخص ده ان هو ممكن يفتكرك بعد كده. كلمه بسيطه قلتها له احنا ممكن نكون مش حاسين قيمتها، ولكن فعلا دي ممكن تفرق مع الشخص ده، ان هي تخلي يومه كله حاسس ان هو يومه جميل، ان انت بقيت معاه بالطريقه ديت. ممكن مثلا يبقى هو شايف يعني قرفان من يومه، قرفان من كل حاجه، وانت قلت له مثلا شكرا، فحس ان هو بيعمل حاجه ليها قيمه كبيره جدا. يعني او انت قلت له مثلا هاف وندرفول داي، خليته مثلا او هاف جريت داي، انت خليته ان هو يحس فعلا ان هو ان شاء الله ويل هاف ا وندرفول داي باذن الله، هاف ا جريت داي. يعني او فهي احنا كلنا يعني سواء ملاحظين ده او مش ملاحظين ده، احنا مؤثرين في بعض بالمواقف اللي بتحصل ديت، بنأثر في بعض في الكام لحظه الجايين التانيين. هتفرق قوي باللحظه اللي انت فيها دلوقتي، يعني اللي جاي كمان شويه هيفرق باللي انت عملته قبليها من شويه، لان هو رد فعلك هو اللي هيخليك تتقبل الحياه الجايه دي ازاي. يعني هتقبلها بايجابيه ولا بسلبيه ولا بيأس ولا بحماس وامل، فبيفرق الحاجات دي. بس احنا دلوقتي عاملين نلف اهو، خلاص مشينا من رانش كوكومونجا ومشينا من كنا فيها اونتاريو، ودلوقتي احنا عمالين هنا في ابلاند بندور على اوردر يجيلنا، يعني عمالين نلف كده نشوف هيجيلنا اوردر ولا لا. بعد ما استلمت خلاص طلب بتاع تشيك فيليه، استلمت كمان طلب بتاع دانكن دونات، فعملت اكسبت. يعني دلوقتي بقى هنشوف ازاي هنوصل الطلبين في نفس الوقت. ستار ديليفري بتاع فانيسا ده 9 دقايق من هنا. هنشوف بقى الطلب اللي احنا هناخده من دانكن دونات دلوقتي هيكون فين مكانه، فلو هما الاثنين قريبين من بعض تبقى مصلحه، لو هما الاثنين مش قريبين من بعض فتبقى دي هتبقى المشكله اللي احنا هنواجهها. بس ان شاء الله يبقوا قريبين من بعض عشان ما يتوهكش. طيب استلمنا الاوردر اللي بتاع دانكن دونات ودلوقتي متجهين للمكان. المكان يا جماعه في اونتاريو برضو. يس ايوه كده ربنا شوفوا، ربنا بيسهل الموضوع. 9 دقايق برضو الحمد لله رب العالمين. يعني طلع الاوردر نفسه موجود في نفس المنطقه اونتاريو برضو، و9 دقايق برضو. فسبحان الله ممكن يبقى نفس الشخص، ممكن وليش جايز. لازم نحطهم بطريقه ذكيه. فهنعمل ايه؟ طبعا دي هروح البيت اقعد اغسلها، الحمام دانكن وتشيك فيليه. فهنعمل ايه؟ هنجيب دي كده بحيث ان العربيه نقفل كده عليهم بحيث ان ما يحصلش ما يقعش حاجه وكله يبقى تمام. احنا هنمشي بالحق، يعني اللي استلمنا الاوردر بتاعه الاول هو اللي هنروح له الاول، تمام؟ فاحنا استلمنا اوردر مين الاول؟ استلمنا اوردر تشيك فيليه، صح؟ فبالتالي احنا هنروح على الشخص اللي طلب التشيك فيليه الاول، تمام؟ فدلوقتي احنا متجهين للشخص بتاع تشيك فيليه و9 دقايق من هنا. فالفكره بقى ان هم الاثنين بيدوني مكانين مختلف، يعني ايه؟ اوبر بيوجهني وفي نفس الوقت دور داش بيوجهني، فده ماشي على اساس ان انا رايح على الطلب بتاعه وده ماشي على اساس ان انا رايح الطلب بتاعه، فما يعرفوش بقى ان انا رايح على طلبين مختلفين. يعني بصوا طلعنا على الهاي واي، دلوقتي الهاي واي مش بحبه قوي بصراحه، بس هو بيبقى اسرع ساعات. بس هو الدنيا دلوقتي يعني زحمه شويه في الوقت ده، الشارع بيظبطوه. انا دايما بحب ابقى ماشي في الشوارع، ابقى ماشي من جوه كده، ما بقاش ماشي من بره، تمام؟ الفكره ان هما الاثنين بيقولوا لي نفس الطريق. لغايه دلوقتي هما الاثنين هنا 7 دقايق هنا 7 دقايق، يعني ماشيين في نفس الاتجاه، بس عشان نفس المنطقه، يعني اونتاريو، يعني هما الاثنين اونتاريو. يعني بص دي مدرسه يا جماعه،
عندهم بريك دول ولا ايه؟ ولا العاب ده ولا ايه؟ بصوا Quarter mile turn right on North Berlin Avenue. ده اوبر، اوكي ده اوبر وده دورداش. بصوا دورداش بعيد عن اوبر 7 دقايق. اوبر هنا، فانا هوصل اوبر دلوقتي اهو. تمام، اوبر هنوصله اهو دلوقتي. جاب 6 من شويه صح؟ جاب 6 من بص الراجل ده المفروض كان يقف. ما شاء الله. طيب في حاجه اسمها ستوب ساين. لا ستوب ساين بس يا جماعه الناحيه اللي انا فيها، الناحيه اللي انا فيها والناحيه اللي هو والناحيه اللي قدامي بس، لكن دول يمين وشمال يمشوا براحتهم، فلازم استناهم لحد ما يعدوا وبعدين اعدي انا. في ستوب ساين بيبقى 4 ويز، يعني بيبقى اليمين والشمال واللي قدامي واللي انا فيه بنستنى بعض، مش اللي يجي الاول هو بيستنى التاني والتاني يطلع بعديها. في ان هو لا لازم نستنى اللي هم اللي جايين، فده زي ده مثلا. بصوا اهو اهو ده مثلا ستوب ساين هنا وهنا، لكن هنا بيمشي عادي، هنا وهنا برضو بيمشي عادي. تمام. طيب احنا دلوقتي وصلنا لفينيسا. فينيسا دروب اوف عند ذا رايت. سامعين صوت الكلب؟ هنا الكلاب اول ما تحس ان في حد غريب بيقعدوا يهوهوا فيرفوك في عيشتك، بيقعدوا يهوهوا. دلوقتي هي قالت لي سيب الاوردر قدام البيت وخبط، ليف ات ماي دور ونوك، فانا هسيب ماي دور ونوك. بصوا يا جماعه، ساعات وانت بتوصل طلب ما بتلاقيش المكان، عمال تدور عليه وبتبص بتحاول توصل الرقم، فساعات النافيجيتور يوصلك غلط، فانت بالتالي عشان تعرف المكان صح دور على، هتلاقي البيوت مكتوب عليها من قدام كده من عند باب البيت، هتلاقي مكتوب حاطين الرقم بتاع البيت، او الرصيف نفسه هتلاقي موجود فيه الرقم بتاع البيت نفسه، يعني على حسب طبعا المناطق. بصوا ده بقى ده 4 ويز، يعني الاربعه لازم يقفوا هنا وهنا وهنا وهنا. طبعا ساعات ما بتعرفش المكان فين، زي ما احنا قلنا كده بتشوف البيت نفسه، بتشوف الرقم موجود، بتشوف الرصيف نفسه، بتشوف مكتوب الرقم، او بتشوف البريد نفسه بيكون مكتوب عليه الرقم. فدول الثلاث حاجات الواحد ممكن يستدل بيهم على مكان البيت، او بقى ان انت تكلم الراجل وتقول له فين مكانك. فدلوقتي احنا خلاص وصلنا بتاع اوبر، دلوقتي احنا عايزين نوصل بتاع دانكن دونت. فحلو نبقى نعمل الاثنين مع بعض. ليه؟ لان انت ممكن فعلا ما يجيلكش اوردر من اوبر فيجي لك اوردر من دور داش، وممكن ما يجيلكش اوردر من دور داش فيجي لك اوردر من اوبر، فبتبقى حلوه ان انت بتفتح لنفسك كذا فرصه ان هي تجيب لك فلوس يعني. تمام. بصوا الحته دي مثلا عاملين حديقه للكلاب، دوج بارك. بصوا شمال دوج بارك، بيهتموا هنا بالكلاب قوي. مره كنت بوصل طلب والطلب ده طلعت بوصله لمأوى للكلاب، يعني دوج شيلتر، تمام، دوج هوتيل مثلا او بيت هوتيل للقطط والكلاب، بيبقى فندق ليهم يعني، او مكان ملجأ ليهم يعني، او مأوى ليهم يعني. كان فعلا منظر رهيب يعني، كميه الكلاب اللي شفتها في اليوم ده رهيبه، وكلهم ايه كانوا بيهوهوا عليا، كلهم ايه يعني مش عايزين يسكتوا، كلهم ايه معتبريني انا دخيل عليهم، فعاملين يهوهوا كلهم مش بيسكتوا. تخيلوا بقى لو كان مفيش سور كانوا هاجموا عليا طبعا يعني. بص انا عايزكم تبصوا كده على البيوت وتبصوا على الشارع وعلى الارصفه وكل حاجه، وقولوا لي ايه اللي انتم ملاحظينه فرق بين دي اونتاريو اللي انا فيها دي واللي انا كنت فيه من شويه من اونتاريو برضو. فا ايه اللي شايفينه الفرق بين اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي ده واللي احنا كنا فيه من شويه لما انا كنت بوصل الاوردر بتاع اوبر؟ يعني هتلاقوا فرق في حتى النجيله. بصوا النجيله، فرق في النجيله نفسها، فرق في الشارع. ما تقوليش البيت هنا، عارفين البيت فين؟ ما شاء الله البيت بس هنا، البيت هنا، بصوا البيت هنا يا جماعه، البيت في الحته دي. خش دلوقتي الحته دي، دلوقتي في راجل جاي ورايا. صلاة النبي، صلاة النبي احسن. البيت في الحته دي ماشي. نركن ايه، نوصل الاوردر وفي الخلعون يعني. طيب نوصل الطلب. هنا خلاص كده دور داش عمل اللي عليه، خلاص كده يعني، قال لي خلاص كده زي الفل كده، انت كده تمام، ادالي $7، عمل لي خليني اعمل اوردر واحد بس وخلاص، قفل. بصوا لما بيقفل كده ان هو خلاص ما بيخليكش تعمل داش. المفروض هنا بدل سكادجول بيكون مكتوب داش.
دلوقتي احنا بنشوف اهو اوردر يجي لنا من مكان تاني. بصوا الحلو قوي هنا برضو في امريكا الحدائق العامه، يعني دي حديقه عامه، دي حديقه عامه لاي حد، يعني الناس اللي عايشه هنا دي حديقه بتاعتهم، يجوا هنا يمشوا الكلب بتاعهم، يمشوا هم في اماكن ترفيهيه مش لازم تروح تدفع فيها فلوس عشان تروح تقعد تستمتع بيها، يعني لكل الناس، يعني لو حتى لو حد متشرد هيبقى بالنسبه له المكان ده مناسب ليه ان هو كمان يستخدمه يعني. فده حاجه حلوه قوي يعني. فيا جماعه يعني رانش كوكومونجا من الاماكن الحلوه جدا 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 هنا في كاليفورنيا. ورانش كوكومونجا كمان راقيه، منطقه راقيه نظيفه يعني. بصوا انا عايز اوريكم المنظر عامل ازاي. بصوا دي رانش كوكومونجا يا جماعه. Turn right. البرتسون، بصوا البيوت عامله ازاي، بصوا الشوارع عامله ازاي، يعني جميله قوي، جميله قوي 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 يعني. الشارع ده روت 66 ده بيربط كل كاليفورنيا ببعض. بصوا احنا لسه في رانش كوكومونجا، بصوا الشوارع دلوقتي عامله ازاي، بصوا فرقت من منطقه لمنطقه ازاي. الشوارع هنا متكسره خالص والشارع ورا كده تمام. بس جاي لي اوردر حالا دلوقتي من فليم برولير، يلا نخش نستلم الاوردر. طيب استلمنا اوردر خلاص من فريم برولير، ومن هنا لحد المكان 8 دقايق بالظبط عشان نوصل الاوردر، فيلا بينا نوصل الاوردر مع بعض. دي المنطقه اللي انا فيها عشان تشوفوا، ده وينج ستوب، هو فليم برولير جنبه وينج ستوب، كل دول الاماكن. بصوا المنطقه اللي انا فيها. كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص في سيدنا عمزه كان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء له واحد وقال له انت ما شفتش ابو جهل عمل ايه في محمد النهارده؟ طق 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 طق. سيدنا حمزه راجع شحن جامد جدا، قام رايح على ابو جهل وقام ماسكه وقام ضربه في رجله وقال له انت تسب محمد وانا على دينه؟ انت بتشتم محمد وانا مسلم زيه؟ هو دلوقتي بيعمل ايه؟ هو اتحمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أتسب محمد وأنا على دينه؟ فقال له إيه؟ فرد ذلك عليه إن استطعت. هو أصلا ضربه خلاص والباب مفتوحة وبيقول له أنت بتشتم محمد وأنا على دينه وهو تبعي وأنا على دينه. قوم بقى وريني نفسك لو تقدر. فبقى فضل قاعد وقال لهم إيه؟ خلاص يا جماعة سيبوه أنا اللي بدأت وأنا اللي بص الدنيا عامله ازاي، صعب جدا ان انا الاقي ركنه، يعني عشان الاقي ركنه هنا في الحته دي مفيش ركنه اصلا، يعني ده تو ويز، وان واي اهو وواي التاني اهو، مفيش باركنج. طيب نحط في حاجات. جالي اوردر من بابايز دلوقتي، فراح استلم دلوقتي الاوردر من بابايز لويزيانا كيتشن. ليتس جو. Welcome to Popeyes Louisiana. DoorDash دلوقتي لسه جاي لي اوردر منه كمان بعد ما استلمت الاوردر بتاع بابايز. فالمفروض كنت رايح على الاوردر اللي انا المفروض استلمه من بتاع اوبر اللي هو من تي ليف تقريبا، فجالي اوردر من شيبوتلي، اكتب لكم عليه شيبوتلي. يلا نخش ناخد الاوردر. طلب الاوردر ده $3 بس، يا قلت اخده ليه؟ يعلى الريت بتاعي في DoorDash بحيث ان انا بعد كده نحطه جنب اخوه هنا اهو، ده اخوه، نرفع دي كده ونجيب ده كده مع اخوه، تمام كده بقى الاخوات مع بعض لحد ما نجيب الاوردر التاني. ان انا قلت اخد الاوردر ليه؟ عشان انا لسه ما وصلتش ل 200 ديليفري، فان انا اوصل ل 200 دليفري ده الهدف، ان انا اوصل ل 200 دليفري. فعشان اوصل ل 200 دليفري اكيد الموضوع محتاج اوصل ل 200 دليفري، وبعد كده اقدر اعمل داش براحتي على DoorDash. فانا بحاول زي ما انا قلت قبل كده ليكم في الفيديو اللي فات قبل كده، مش عارف شفتوا الفيديو اللي فات ولا لا، بعمل ده عشان يبقى انا توب بيرفورمر على DoorDash وعلى اوبر، فبعمل كده تمام. دلوقتي بقى نروح نستلم الطلب بتاع تي ليف من اوبر. طيب وصلنا على ذا كوفي بين. طيب احنا دلوقتي وصلنا على ذا كوفي بين، لازم اركن هنا عشان مفيش اي باركينج زي ما انتم شايفين. Pick up on the left. تمام. ذا كوفي بين، ليتس جو انسايد، يلا ندخل جوه. اوكي استلمنا الاوردر يا جماعه، دلوقتي متجهين للمكان
نعمل ستور ديليفري. المكان يبعد عن هنا 9 دقايق. ممكن يكون لنفس الشخص، ممكن جدا. خلينا نشوف دلوقتي. طيب هنروح دلوقتي نسلم اول حاجه الاوردر الاول احنا خدناه اللي هو الاوردر بتاع دورداش، هنسلمه الاول وبعدين ايه نتجه للمكان اللي هنسلم فيه بقى الكوفي بين والبابايز. اعتقد نفس الشخص، اتمنى يكون نفس الشخص يعني. يلا بينا. طيب كده اهو خليناهم جنب اخواتهم اهو التلاته مع بعض اهم تمام، والبيبسي اهو. يلا بينا ننطلق. بص دي حديقة برضه. احنا مشكلة كبيرة مع الصدق. يعني مش صادقين، احنا عاملين زي الكفار بس حاجات تانية. قصدي ان انا الصراحة عايز حاجة معاصر، بصراحة عايز افضل كده عاملين، بصراحة مش عايز ارجع نفسي. انا دي حاجتي يعني. انا مش صادق. دي مدرسة برضه. دي مدرسة. دي مدرسة. واو. كلهم بيلعبوا كورة. شكل يا جماعة الطلب اللي هوصله هنا. دي مدرسة مش حديقة، مدرسة. هوصل الأكل هنا يا جماعة. المدرسة دي. The only instructions added by the customer is to hand them the order.
عرش مشير من الجنه. ماشي، ده مش اي حد. ما تنساش كل الاسم ده دايما سعيده بالله. لسه موصلين الاوردر دلوقتي للمدرسه هنا، حتى طلعت اخذت مني الاوردر، فده كويس وفر لنا وقت. فسبحان الله الحمد لله، يعني ربنا بييسر الامور. يعني في طريقي فما كانش فيه مشكله. يعني كان لما خدت الاوردر انا طبعا ما بكونش عارف اصلا باخد الاوردر، فده توفيق من ربنا عز وجل. يعني عشان انا ما بكونش عارف الاوردر هيكون في نفس المنطقه ولا لا، فبيطلع الاوردر الحمد لله يا رب يعني بيطلع في نفس الاتجاه بتاعي، فده ما بيخلينيش ان انا يعني اتاخر على الناس التانية، عشان انا بحاول قد ما اقدر طبعا. يعني اهم حاجه دايما الواحد وهو بيشتغل ان هو يبقى احسان، يبقى محسن في شغله، يبقى متقن ويتم حاجه كويس جدا ويعملها على اكمل وجه وكل حاجه، عشان هو كده بيعكس اللي ديننا بيقول لنا عليه، يعني النظام والحق والنظافه والالتزام، كل ده من اخلاق المسلم. الشخص اللي بيطبق الدين صح، الشخص اللي هو المعنى الحقيقي للإنسانية أصلا، يعني إن أنت تحترم الآخرين، تحط نفسك مكانهم، تحط نفسك مكان إن هم طالبين أكل، وأكيد الأكل عايزينه يبقى يجي لهم بسرعة عشان جعانين، فمهم أوي النقطة دي. بس بصوا يا جماعة، إحنا في كليرمونت دلوقتي. دي كليرمونت، بصوا نضيفة إزاي، بصوا جميلة إزاي الشوارع. بصوا حتى على يميني هتلاقوا في ممشى للعجل، في لين للعجل، ده للعجل كله اهو. حتى بصوا في طريق داخلي اهو، سيرفيس رود للعجل. فده في كليرمونت. فكليرمونت برضو زي ما قلت لكم، كليرمونت من المناطق الحلوه قوي. كليرمونت، ميلز افنيو، كليرمونت. بصوا الزرع حلو ازاي، سبحانك يا رب. الارض والسماوات الرحمن على العرش استوى. فده اللي كلمه انا مين وانا اللي عملت ايه والقران ده نازل لك ليه؟ سيدنا عمر خلاص بعد الموقف ده خلاص قال لهم ايه؟ طب خلاص قولوا لي النبي صلى الله عليه وسلم انا خلاص عايز ابقى مسلم معاكم. ده اللي حصل. راح النبي صلى الله عليه وسلم وخبط عليهم وقلنا ان هم كانوا حتى لو في دعوه جاهليه هم بيتقابلوا برضه في السر. مش واحد كان كاتب اصلا اسلام. وصلنا الاوردر هنا لليجاسي بيلدرز كونستراكشن. وصلنا الاوردر هنا خلاص. ده كان الاوردر بتاع بابايز. دلوقتي الاوردر بتاع كوفي بين. ده دلوقتي رايح اوصله. كوفي بين 3 دقايق من هنا، رايح الساعه دلوقتي 12 و3 دقايق. فاحنا بقالنا قد ايه يا جماعه؟ بقالنا قد ايه؟ خلينا نوصل بس الطلب بتاع كوفي بين واقول لكم عملنا كام ويبقى لنا قد ايه. بس عقبال بقى ما اوصلوا فكروا كده احنا عملنا كام في الكام ساعه دول، عملنا كام فلوس. فكروا كده معايا لحد ما نوصل. قشطه تمام، يلا بينا. بص المنطقه حلوه ازاي هنا، بص البيوت حلوه ازاي. بيعجبني قوي ان كل بيوت مختلفه عن التانية، يعني بيعجبني قوي في الفكره دي ان كل واحد ليه، يعني البيوت كده ليه ديزاين مختلف. فالواحد بيقعد يفكر بقى لما يجي يعمل بيته يبقى بيته ازاي. طيب المنطقة جميلة جدا زي ما انتم شايفين. دي المنطقة تمام. قالت لي سيب الاوردر عند البيت. بص الكلب جميل ازاي. بدأنا اوبر مع بعض ودور داش من الساعة 7 لحد الساعة دلوقتي 12 و12. طيب يعني حوالي 5 ساعات وربع يعني. تمام. طيب في ال5 ساعات وربع دول عملنا كام؟ عملنا $59 زائد ان احنا خدنا $7 و5 دولار و3 دولار، يعني خدنا $15 من دور داش. فكده اجمالي 15 على 59 عملنا $74. وفي كمان لسه فلوس لسه ما جاتش على اوبر لسه. احتمال كله يبقى $90 نقسمها على 5 ساعات نشوف بنعمل كام في الساعة. النهارده عملنا كام في الساعة لحد دلوقتي؟ احنا قلنا كام؟ قلنا 80 قسمة على 5 عملنا $16 في الساعة. وده حلو قوي لو احنا ماشيين
يعني الافريج هنا بيبقى $15، ده الافريج ريت هنا. انك تعمل في 5 ساعات تعمل $80 دي حاجه كويسه. بس كده الفيديو طول قوي قوي عليكم، فبالتالي الفيديو هيخلص هنا، وان شاء الله يعني نكمل بقى في فيديو تاني باذن الله، مغامرات تانية، ونشوف هنعمل كام ونشوف هنروح فين وكده والاماكن ديت. ولو عندكم اي اسئله اي استفسارات حابين تعرفوها عن الحياه هنا في امريكا، اكيد دي حاجه تساعدني وتشرفني، اكتبوها في التعليقات وهجاوبكم عليها في الفيديوهات الجايه باذن الله. واحنا كده ماشيين على الطريق كده، واحنا على الطريق مع بعض كده، ممكن نبقى نسميها على الطريق على الطريق مع علي، ممكن نسميه كده على الطريق مع علي. فلو الفيديو عجبكم مش هوصيكم باللايك بالشير وبالسبسكرايب في القناه. لو ما تشوفوني على عادي الدين، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مكان جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.